تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض شوية قلقاس كده بحرفيا دايبين وطعمهم تحفة. واي حد بيستصعب القلقاس تعالي نمشي واحدة واحدة كده، بجد هو اسهل من السهولة، زي اي خضار بتعمليه يمكن هو اسهل. خلاص هنجيب بقى اللحمة كده، عايزة فراخ براحتك اللي انتي بتحبي تعمليه اعمليه. انا هنا سخنت الحله حلوه قوي، وهنزل باللحمه على الناحيه اللي فيها الدهون. اول ما ياخد لون كده هروح قلباه واستنى كمان 5 دقايق. خد اللون من الناحيتين كده هروح نازله بكم ورقه من اللورة كده وبصلايه، وهنزل بقى بالمية المغلية. تاخدي بقى تطعيمة شوربة بجد ملهاش حل. بسبب ايه؟ صدمة اللحمة دي. جربوا كده الطريقة دي بتفرق جدا في طعم الشوربة. خلاص هغطي بقى واسيب هنا اللحمة لغاية اما تستوي تماما. جسيتها كده لقيتها استوت، هروح حاطه لها الملح والفلفل. انا بحط على الشوربه ملح وفلفل بس، عايزه تحطي بقى مكعب مرق اي منكهات بتحبيها براحتك. خلاص هنروح بقى نجيب القلقاسه كده ونقطعها. هنقطعها كلها ايه سلايزات كده زي ما انتوا شايفين عشان تبقى سهله عليكي. قطعيها الاول كده كلها مربعات يعني سلايزات كده، وبعدين امسكي بقى واحدة واحدة كده، شيلي القشرة دي اسهل طريقة لتقشير القلقاس. خلاص انا بقى ما بغسلهوش، بجيب فوطة نظيفة كده زي ما انتوا شايفينها قشطة. هروح ماسكة واحدة واحدة كده، اروح مسحاها من تحت ومن فوق، وبعدين هقطعه كيوبس كده يعني مكعبات كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين همسحها تاني. هنا بقى بناخد كل الفايدة والفيتامينات اللي في القلقاس لما بيتغسل بكل الفوائد بتنزل في المية. يعني هو بيتغسل اكتر من 6 7 مرات، في الاخر ما بتاخديش اي فايدة منه، خلاص كل فايدته نزلت في الغسيل. احنا هنا بنمسحه حلو قوي وبنشيل المادة اللي فيه بقى. خلاص عملت كل الكمية بالطريقة دي. هنزل بقى بالشوربة اللي احنا عاملينها مع بعض. خلاص انا هنا ايه مش هغطي القلقاس، يعني بصوا هغطيه كله، يعني مش هامله الحله على الاخر، يا دوبك اغطي القلقاس بس. ليه؟ علشان لونه يطلع غامق معاكي، للناس اللي بتحب لونه غامق. بصوا يعني الشوربه يا دوبك ايه تغطيه كده. هجيب بقى ايه 3 4 حزم من السلق كده. انا ما ولا جبت كزبره ولا شبت، انا حطيت سلق بس. انتي عايزه تحطي كزبره شبت اللي انتي بتحبيه، انا هكتفي هنا بالكزبره الناشفه. جبت السلق كده بقى، وطبعا نضفته حلو قوي وغسلته، وبعدين هضربه بقى في الخلاط مع كوبايه من الشوربه. خلاص هنضربه في الخلاط اسهل حاجه، ولا هتخرطي بقى ولا تعملي. وكمان هينزل الميه الخضراء اللي احنا هنصفيها منه دي، بتفرق قوي في طعم القلقاس. يعني الطريقه دي احلى 100 مره من انك تخرطي السلق. بس لازم هنا نصفي حلو جدا. عشان ايه؟ عشان ما ياخدش معانا وقت واحنا بنحمر السلق كده، ما ياخدش معانا وقت على النار. هنصفي حلو جدا، واول ما القلقاس يستوي معانا يبقى بالمنظر ده، هنزل بقى بالمية اللي احنا صفيناه. تاخدي بقى احلى لون للقلقاس، بجد طعمه تحفة. نعمل بقى مع بعض السلق. انا هنا طبعا بص مصفينه حلو جدا. جبت معلقه سمنه كبيره كده يعني توصي كده بالسمنه، خليكي كريمه عشان ايه ما يتلسوعش معانا. هننزل بقى ونفرد كده، وهسيبه هنا حوالي، يعني انا سبته هنا حوالي 10 دقايق لغايه اما حسيت ان هو نشف شويه. نزلت بمعلقه كبيره مليانه كده من الثوم، ونحمر برضو. هو الخطوه دي بتاخد شويه كده. خلاص انا هنا السلق شغال على النار، نزلت باللحمه كده على القلقاس عشان تطعم، يعني تاخد طعم كده القلقاس. خلاص هنسيبه بقى، نرجع للسلق تاني. بصوا هنا ايه هنعرف ان هو استوى منين؟ لسه التومه فاتحه، بصوا زي ما انتوا شايفين، يبقى هو لسه مستويش. بصوا بقى هنا التومة غمقت ازاي. خلاص كده هو يعتبر كده السلق استوى معانا وبقى تمام. هنزل بمعلقة كبيرة مليانة من الكزبرة ونقلب بقى. ما في اللحظة دي بقى أول ما نقلب ونشم ريحة الكزبرة نرفعه من على النار، عشان لو اتحرق معانا هيمرر معانا القلقاس. خلاص كده هنرفعه بقى من على النار، شمينا ريحة الكزبرة كده، خلاص يبقى هو كده تمام. ننزل بقى واحدة واحدة عشان ما يفرش ويبوظ البوتاجاز معانا. واحدة واحدة على قد ما هتحتاجي كده. انا هنا شفت هنا الكمية مناسبة كده. خلاص يعني مش هنزل بكل السلق اللي احنا عاملينه، هي الكمية دي مناسبة وحلوة قوي. هسيبه بقى ياخد غلوة كده عشان ياخد من طعم السلق. وبصوا ده يعني هسيبه كده ياخد ايه غلوة كده على معانا على النار. والسلق اللي فاض بقى ده حطيه بقى في علبة، في طبق، في اي حاجة. في اي مرة هتجيبي القلقاسة، يعني هتجيبي القلقاس
ويفضل بقى، انا نسيت اقول لكم على الحته دي، يفضل لما نجيب القلقاس نجيب واحده كبيره عشان يبقى كله سوا واحد يعني. شوفي انتي مثلا كميه المناسبه 2 كيلو، كيلو ونص، نقي واحده كبيره كده هي تبقى كلها يبقى سوا واحد. بلاش تجيبي كذا واحده عشان كل حاجه بتبقى ايه، مختلفه عن السوا التانية. دي احسن حاجه، انا نسيت اقول لكم، كويس ان انا افتكرت. بصوا بقى طالع معانا دايب وزبده، جربوا الطريقه دي هتدعولي عليها بجد.